اخواتي واخواتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، ان شاء الله حبايبي تكونوا بخير. اليوم اخترت لكم مقبله ولا في عاود نحطوا مثلا البوراك، نحطوا المعقوده. اكيد المعقوده نعرفوها اكله شعبيه، اليوم حنقدمها انا بطريقه مختلفه، نحتفظ كامل بالمقادير لكن حنعطي لها ذوق البيتزا. طبعا الاساس في المعقوده هي البلطه، انا سبقت وغليتها ولا فورتها. انا هنا فورتها، ما حطيتلهاش الملح، نحط لها الملح ونواسيها بهذه الاداه هكا وهي سخونه باش تساعدني. اذا واش نحتاج باش نوجد المعقوده هذه بذوق البيتزا؟ اول حاجه واش نحتاج هنايا مغرف كبيره تاع طماطم مصبره، نحتاج الثوم، هنا عندي ورقه تاع رند، عندي الزعتر، الثوم غبره، فلفل الكحل والملح وورقه تاع الرند، ونحتاج شويه مع حاجه قليله. هنا حابه ندير صوص طوماط لكن تكون ثقيله ما تكونش مايهه باش ما تجريليش هنايا البطاطا. اذا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم، نحط شويه زيت، هاي لكم وهي سخونه نحطها. اكيد نحي هذيك الورقه تاع الرمل، وكما راكم تشوفوا ما كثرتش الماء. ونعرفوا البيتزا الاساس فيها هي لاصوص طوماط والجبن، وما تبقى طبعا حبيتوا تزيدوا اي حاجه كيما الذره. ونعاود نوسيها هكا باش تخلي مليح قبل ما نحط المكونات اللي بقاو لي. اذا واش عندي في المكونات؟ عندي الجبن مبشور، عندي الزيتون مقطع رقيق، وعندي الطرشي نفس الشيء مقطع رقيق، والبصل. هذيكم البطاطا تاع المعقوده راهي واجده، اكيد نخليها تريح شويه ولا تبرد شويه، هي ماشي شرطه، نقدر نخدم بها وهي سخونه. المهم دوكا واش ندير؟ نوجد لاباغاي اللي ندير نغطسو فيها اللي هي باتا بيني. اذا واش نحتاج فيها؟ نحتاج فيها كاس تاع فرينه، توابل، عندي الكركم، فلفل الكحل، وعندي الملح، عندي حبه بيض، وعندي هنايا نصف كيس تاع خميره الحلوى، وعندي كاس تاع الحليب. اللي تحب دير نص كاس ماء ونص كاس حليب اكيد تقدري. اذا نحط كامل هذه المكونات ونخلطهم، ما عدا خميره الحلوى خليها تنبات لانه لاباغاي هذه لازم تريح. دوكا كي نجي نشكل المعقوده نحط الخميره اللي هي نصف كيس، ونشوف اذا كانت ثقالت نزيد لها الماء، اذا شتا مليحه ما نزيدش. كيما هنا راهي شويه ثقيله، زيد لها غير شويه ماء، قيس نقولوا 2 مغارف ولا 3. نزيد نخلطها ونبدا نخدم. اكيد انا راني دايره الزيت تسخن، عندي هنا جبني بقى اختياري، كي طيب نحط لها شويه ولا ما نديرش. نشوفوا القوام كيفاش راهي مليحه. نجي هنا المعقوده، انا واش درت؟ جبت طبسي حطيت عليه ساشي باش ما تلصقليش. نعرفوا المعقوده كي نحطها في الطبسي مباشره حتى لو كان فيها الفرينه تلصق. واش درت؟ جبت شويه هنا على حساب الحجم، وشوفوا الله يبارك كيلو تاع بطاطا يدير لكم كميه كبيره، تقدروا ديروها كامل في هذاك اليوم وتاكلوها، يعني حتى لو خليناها للسحور ولا مورا صلاه التراويح.
ولا اذا بقات لي هذا الحشو ندير في بورطونجي ونخليه غدوه نديرو معقوده، ولا نحشيه في بوراك، وهكذا يكون عندي الحشو حتى غدوه من ذاك للبوراك. هاوليكم هكذا نحطها فارده نفضها. قادر نوجدهم كامل ونحطهم في الثلاجه وقت القليان نقلي. اذا دوكا انا نبدا من بعد نكمل هادو. شوفي الا الزيت سخنت. هايلكم المعقوده بذوق البيتزا. واش نقول لكم، هذاك الذوق تاعها هايلكم تجي خفيفه. مام هذيك لاباغي كي درت لها الخماره زدت لها في القوام تاعها. طبعا لاباغي هذه اذا بقات لكم هايلكم مثلا تبقى لكم شويه ما ترميوهاش، قطعوا مثلا قرعه شرائح هكاك خضراء، تبلوها شويه ملح شويه في الكحل شويه زعتر وغطسوها هنايا وديروها التقله ولا حتى باذنجان. نتمنى الفكره كانت عجبتكم. مع السلامه.